تخيل باب الجنة، الباب اللي من يوم ما اتخلقت الدنيا عمره ما اتفتح لحد، واقف مقفول مستني اللحظة العظيمة دي، لحظة أول حد يخبط عليه. بس مين؟ ومين اللي يستاهل يكون أول واحد يعدي منه؟ ومن القيامة الناس واقفون والقلوب واجفة، الشمس قريبة والجميع يبحث عن شفاعة، وفي وسط ذلك الزحام يتقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يصل إلى باب الجنة ويطرقه، فيسأله الملك: من أنت؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد. فيقول الملك: بك أمرت، ألا أفتح لأحد قبلك؟ لحظة تهز القلوب، باب الجنة يفتح لأول مرة، وأول من يعبره سيد الخلق نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه نبي فحسب، بل لأنه شفع لأمته وصبر وضحى ودعا لهم ليلا ونهارا، فأول ما يدخل يشفع لأمته، يشفع لك حتى وإن لم تره يوما، لأنه يحبك. باب الجنة لن يفتح لأحد قبله، وأول خطوة في النعيم الأبدي ستكون خطوته، ثم تتبعه أمته، كل من آمن به وسار على نوره. لحظة واحدة، أول نفس تأخذه داخل الجنة، أول عبير تشمه بعد التعب والصبر والخوف. ترى ماذا تقول؟ ولا رائحة في الجنة، رائحة لا شبيه لها، عبير طمأنينة ونفس طهارة ونسمات رحمة، رائحة تهز القلب، ليست جميلة فحسب، بل تصل إلى عمق الروح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ريح الجنة يشم من مسيرة 500 عام، أي إنك إن كنت قريبا منها فالرائحة وحدها كفيلة بأن تسكنك وتهديك. فإذا شم أهل الجنة أول نسيم منها توقف الزمن لحظة وسكنت الأصوات، ثم قالوا جميعا دون تنسيق أو ترتيب: الحمد لله. قالوها من أعماق قلوبهم، حمدا على الوصول، حمدا على النجاة، حمدا على نعيم لا يزول. أول نفس في الجنة هو بداية الحياة الحقيقية، والحمد لله هي أول كلمة تخرج من القلب قبل أن ينطق بها اللسان. تخيل أول يوم لك في الجنة بعد أن دخلت وشهدت النعيم بعينك. يأتيك ملك من عند الله ويقول: تفضل، هذه أول وليمة لك اليوم. فماذا تظن أنك ستشرب؟ وماذا ستأكل؟ أول ما يدخل أهل الجنة يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أبرد من الثلج وأحلى من العسل، أبيض من اللبن، ومن يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا. ثم تأتي أول وجبة في الجنة من أعظم ما خلق الله تعالى، زيادة كبد الحوت، وليس أي حوت، بل مخلوق خص الله به أهل الجنة، طعمه لا يوصف، فوق كل خيال. ثم يأكلون من ثمار الجنة، كل ثمرة حين تقترب منها تتفتح من تلقاء نفسها، وكل لقمة بطعم مختلف عن التي قبلها. وأما الشراب فأنهار لا تجري بالماء فقط، بل باللبن، بالعسل، بالخمر، لكنه خمر لذة للشاربين، لا يذهب العقل ولا يؤلم الرأس ولا يسبب ذنبا، بل سعادة خالصة بلا حساب. أول أكلة، أول شربة، ليست مجرد طعام وشراب، بل إعلان رباني بأن التعب قد انتهى، وأنك وصلت إلى دار النعيم الأبدي، جنة لا فناء لها. تخيل بعد عمر طويل، بعد أن تفارق الدنيا بما فيها وتدخل الجنة، هل ستتذكر ما كان؟ الذين ظلموك، الذين أحببتهم، الذين رحلوا وتركوك، هل ستبقى تلك الذكريات معك؟ في الجنة لا وجع، لا حزن، لا دموع، فقد وعدنا الله تعالى في كتابه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، أي أن كل ما آلم قلبك سيزول
وكل جرح وكل قهر سيمحوه الله برحمته. وقد قال العلماء إن أهل الجنة سيعلمون أنهم كانوا في الدنيا، لكنهم لن يتذكروا التفاصيل المؤلمة، لن يبقى في الذاكرة سوى أنهم صبروا وجاهدوا واستغفروا، وسيدركون أن كل ما مروا به كان يستحق. وحتى من فقدته في الدنيا إن كان مؤمنا فستجده في انتظارك، ويجمع الله بينكما من جديد على سرر من نور في دار الخلود. نعم، كنا في الدنيا وتألمنا، لكن حين تدخل الجنة يختفي كل ذلك، ولا يبقى سوى النعيم وذكرى أنك كنت من الصابرين. فاستبشر، فالجنة تنسج النهاية السعيدة لكل الحكايات في اللحظة التي تفتح فيها أبواب الجنة، وناس يدخلونها فرحين، وآخرون يساقون إلى النار خاسرين. هناك أناس يقفون في المنتصف، لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، إنهم أهل الأعراف، لكن من هم وأين يقفون؟ هؤلاء هم أهل الأعراف، أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لم ترجح كفة الخير ولم ترجح كفة الشر، فجعلهم الله في موضع انتظار، مكان يسمى الأعراف، وهو سور مرتفع يرون منه كل شيء. هذا الموقف ليس عقوبة وليس راحة كاملة، بل هو حالة من الرجاء. ينظرون إلى الجنة ويتمنون دخولها، وينظرون إلى النار فترتجف قلوبهم من هولها، ويسمعون الملائكة تقول لأهل الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أهل الأعراف علمونا أن النصف لا يكفي، وأن الطريق إلى الجنة يحتاج ثباتا واستمرارا. أما خطوة في الخير تتبعها خطوات في الشر، فقد تتركك واقفا لا هنا ولا هناك. لكن رحمة الله أعظم من كل شيء، ومن طمع في رحمته فلن يعود خاسرا أبدا. أهل الأعراف واقفون، قلوبهم تخفق بشدة، يرون أهل الجنة يضحكون ويطيرون من الفرح، ويرون أهل النار يتعذبون ويصرخون من شدة الألم، وهم في المنتصف لا يعلمون ما مصيرهم. لكن لأن الله هو الرحمن الرحيم، ولأنهم لم يكثروا من الشر وكان فيهم بقية من خير، فبرحمة الله وعدله يأتيهم النداء العظيم: ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تلك الجملة هي مفتاح الفرج، فالله لا ينسى أحدا، وكل نفس فيها ذرة من الخير ستجد لها موضعا في رحمته. بعد كل ما سمعت، من أول لحظة في الجنة إلى أول شربة إلى أول نفس، وحتى أولئك الذين وقفوا على الأعراف بين الجنة والنار، الآن يجب أن تسأل نفسك: أين سيكون مكاني؟ نحن ما زلنا في الدنيا، وما زالت أمامنا الفرصة، فرصة لنغير مصيرنا، فرصة لنرجح كفة الحسنات، فرصة لنثبت ونسعى وندعو الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فالجنة ليست حلما بعيدا، الجنة وعد. وقد قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فلا تدع الدنيا تسرقك، ولا تنتظر اللحظة التي تتمنى فيها العودة ولو لدقيقة. ابدأ اليوم بخطوة صغيرة إلى الله، فلعلها تكون السبب في أن تكون من أوائل من يدخلون الجنة. وقبل أن تغلق هذا الفيديو، لا تنسى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات، فهو أول من يدخل الجنة، وهو شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. اكتب لنا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، فلعلها تكون الكلمة التي ترجح ميزانك يوم القيامة.